فيلم جومانجي الجزء الأول. بتبدأ قصة الفيلم في سنة 1869 وإحنا بنشوف جوز أطفال وهم في وسط الغابة، وكانت الدنيا ليل والظلام دامس وهم كانوا عايزين يدفلوا حاجة معينة. وبعد كده بننتقل لمشهد تاني سنة 1969 وبنشوف شاب اسمه ألين، وهو كان راكب العجلة بتاعته، ولكن فجأة بيلحقوه جماعة من المتنمرين وكانوا عايزين يضربوه لسبب غير معروف. لكن ألين قدر إن هو يهرب منهم، ولكن إن هو راح واتدس في مصنع أبوه. بنعرف إن أبوه عنده أكبر معمل لتصنيع الأحذية في أمريكا، وبالصدفة هو بيشوف أحد العاملين اللي في المصنع اللي اسمه كارول، وكارول بيوري لألين حذاء رياضي من تصميمه وبقول له إن هو هيعرض الحذاء ده على أبوه، وإن أبوه إذا وافق المصنع هيحقق أرباح عالية بسبب المنتج، وبقول له برضه إن هو واثق من نجاح التصميم. وفجأة بيجي أبو ألين اللي يكون اسمه بيرش، وبرش لما بيشوف ألين بيقول له إن هو يرجع للبيت، لكن ألين بيرفض وحكى له عن اللي حصل معاه. بس بيرش مهتمش وقال لابنه انت لازم تواجههم، وانك انت اذا ما واجهتهمش وتغلبت على خوفك هتبقى طول عمرك جبان. وبالفعل ألين بيطلع من المصنع، ولكن قبل ما يطلع حط الحذاء على مكنة بالغلط مما ادى الى تعطيل الآلة، وكان رايح عشان يركب العجلة بتاعته، لكن بيتجمعوا عليه الأطفال بيقولوا له ان هم مش عايزينه يمشي مع صاحبتهم سارة، لكن ألين بيرفض فبيهجموا عليه كلهم وبدأوا يضربوه بوحشية. وبعد ما خلصوا أخدوا العجلة بتاعته، وبعد كده ألين بيرجع للبيت ماشي، بس بالصدفة بيفوت من جنب ورشة تنقيب على البترول، وبعد كده بيسمع صوت همس فبيتبع الصوت لحد ما بيوصل على جدار من التراب، فتم يحفر وبعد كده لقي صندوق، وبنعرف إن الصندوق ده اللي دفنوه الشباب اللي في أول الفيلم. فألين تم عنده فضول إنه يعرف اللي جوه الصندوق، ولما بيفتحوا بيشوف إنه في لعبة اسمها جومانجي، فبسرعة بياخد اللعبة وبيرجع للبيت. فلما بيوصل للبيت بيفتح اللعبة، لكن فجأة أمه بدأت تنده عليه، فألين بيقفل اللعبة وبيحطها تحت الكنبة علشان أمه ما تشوفهاش. ولما بيجي الليل بيرش بيقول لألين إن هو هينقل الأرقى المدارس في المدينة، لكن ألين بيرفض، وإن هو بدأ يحكي مع أبوه بطريقة غريبة، فبيرش بيعصب عليه وبيسيبوه وبيروحوا للحفلة بتاعتهم. وبعد كده ألين بيقرر إن هو يسيب البيت، ولكن فجأة في حد بيخبط، ولما بيروح يفتح الباب بيشوف سارة وهي بتقول له إنها رجعت له العجلة بتاعته. فألين بيتشكرها وبيطلب منها إن هم يلعبوا باللعبة الجديدة اللي لقاها، وبالفعل هي بتوافق. وبعد كده سارة بترمي النرد وبيقع على رقم 6، وفجأة بيشتغل جهاز غريب باللعبة وهو بيحذرهم من وجود الخفافيش. وبعد وقت قليل هم بيسمعوا صوتها جاي من المدخنة، فألين بيرمي النرد بسرعة علشان يرجع كل حاجة لوضعها الطبيعي، لكن للأسف النرد بيقع على رقم 5. فالجهاز اللي في اللعبة بيقول له انك انت هتنتقل لمملكة الأدغال. وبالفعل اللعبة بدأت تسحب ألين إلى داخل اللعبة، وبنفس الوقت بتطلع الخفافيش من المدخنة، فسارة بتخاف جدا وبتهرب من البيت. وبعد مرور 26 سنة على الحادثة وبنشوف عيلة وهي جاية تشتري بيت ألين، وهم بيشتروه بسعر رخيص جدا. وبنعرف الأول اسمه بيتر، أما التانية اسمها جودي. وبعد كده بيتر بيدخل على أحد الغرف، لكن بيتفاجئ لما بيشوف خفافيش، فهو بسرعة بيخاف وبيطلع من الغرفة. وبتيجي تاني يوم شركة مكافحة الحشرات وبترسل واحد من العمال بتاعتها علشان يرش البيت بالمبيد. فبدأ العامل بيحكي وبيقول لجودي إن البيت ده مهجور من 26 سنة، وإنه برضه اتفقد فيه طفل بظروف غامضة. وتاني يوم بنشوف جودي وبيتر وهم كانوا بيفطروا، لكن فجأة بيسمعوا صوت جاي من أحد الغرف، ولما بروح عشان يعرفوا ايه هو مصدر الصوت بيشوفوا الصوت طالع من لعبة جومانجي. وبعد كده جودي بيصير عندها فضول إنها تلعب باللعبة، ولما بترمي النرد الجهاز بحذرهم من الدبابير، وبعد وقت قليل بيطلع لهم أعداد كبيرة من الدبابير، لكن جودي بتقدر تخلص عليهم. وبعد كده بيتر بيرمي النرد وبيقع على رقم 2، والجهاز اللي في اللعبة بيحذرهم من القرود. وبعد كده بيشوفوا القرود في المطبخ، وكان البيت عبارة عن فوضى بسبب القرود. وجودي بتنتبه على عبارة في اللعبة وهي إن هم لازم يكملوا اللعبة ولا هيتسجنوا في اللعبة للأبد، فبقرروا إن هم يكملوا اللعبة علشان يرجعوا كل حاجة على وضعها الطبيعي. وبكون الدار على جودي، ولما بترمي النرد بيقع على الرقم 5، فالجهاز بحذرها من الأسد. وبالفعل بعد وقت قليل بيظهر أسد بالبيت، وهو كان على وشك إنه يهجم عليهم، ولكن بالصدفة بيطلع شخص غريب وكان يشبه واحد من القرن الحجري، وهو قدر إنه يحبسه في داخل الغرفة. وبنعرف إن الرجل ده نفسه هو ألين اللي اتسجن داخل اللعبة، وهو بدأ يشكر جودي لأنها أنقذته وطلعته منها. وألين بيسأل جودي وبيتر عن أهله، لكن هم بيقولوا له إن أهلك تركوا البيت من 26 سنة،
واحنا اشترينا البيت. فألين بيتصدم من اللي سمعه، فهو قرر ان هو يدور على امه وابوه. فلما بيطلع خارج البيت بيشوف شرطي، وهو كان بيعتقد انه ده كارول لانه هو عنده قدرة عقلية خارقة. لكن فجأة القرود بيصعدوا في سيارة كارول وبيهرب، وألين بيروح على معمل ابوه، لكن هو بيلاقيه مهجور تماما. ولما بيخش بيقابل حارس المعمل، والحارس بيقول له ان ابوك وامك ماتوا، وابوك كان بيدور عليك طول المدة، والمصنع خسر لان ابوك دفع كل امواله علشان يلاقيك. لما ألين بيسمع بالكلام ده بيزعل جدا، وهو كان ندمان لانه ما كانش طايق ابوه ولا كان بر بيه. وبعد كده ألين بيروح على قبر امه وابوه، فكان بيتر بيواسيه وبيقول له ابوه وامه توفوا في حادث سير، وانها ربته عمته واخت ابوه لما كان صغير. لما بيرجعوا البيت بيتر بيطلب من ألين إن هم يلعبوا لعبة جومانجي علشان يرجعوا كل حاجة لوضعها الطبيعي، لكن ألين بيرفض، وبعد محاولات عديدة بيوافق. وبعد كده ألين بيرمي النرد، فلكن بيتفاجئوا إنه اللعبة مش شغالة، وهم بيعرفوا إنه لازم سارة اللي تلعب علشان اللعبة تشتغل. وبالفعل بيروح على بيت سارة، ولما بتشوفهم بيغمى عليها وبتقع في الأرض، وبنعرف ان سارة عندها حالة نفسية من حاجة معينة. وبعد كده ألين بيطلب من سارة انها تلعب معاهم اللعبة، فلكن هي بترفض، ولكن بعد محاولات عديدة بتوافق. ولما بترمي النرد فجأة الجهاز اللي في اللعبة بيشتغل، وهو بحذرهم من نبات سريع الانتشار. وبالفعل بوقت قليل بيظهر النبات، وكان النبات بيحاول يسحب بيتر، لكن ألين قدر انه يقطع الجذع في الوقت المناسب. فألين بيبدأ يلوم في سارة وبقول لها انها ما كملتش اللعبة، فهو علشان كده اتحبس 26 سنة. لكن سارة بتقول له ان الخفافيش منعتها انها تكمل اللعبة، وبعد كده هم بيتفقوا ان هم يكملوا اللعبة هم الأربعة علشان كل حاجة ترجع لوضعها طبيعي. فبيبدأ ألين باللعبة، فلما بيرمي النرد الجهاز بيحذره وبيقول له ان هو هيظهر صياد ويقتلك. وفعلا الصياد بيظهر وبدأ يضرب النار على ألين عشان يقتله، ولكن ألين ذكي قدر ان هو يتوه الصياد ويرجع للبيت. وبعد كده بيجي الدور على جودي، ولما بترمي النرد الجهاز بيحذرهم قطع كامل من الحيوانات الخطيرة النادرة. وفجأة بيطلع وحيد القرن وبيبدأ يهاجمهم، لكن هم بيقدروا ينجوا على آخر لحظة. لسوء حظهم بيجي طائر البقع وبياخد اللعبة. بيتر قدر ان هو يرجع اللعبة من عنده، وأثناء وهم في الطريق بيجي كارول وبيقبض على ألين لأنه كان بيشك ان هو سبب كل اللي بيحصل. فبيتر كان عايز يغش في اللعبة علشان يرجع كل حاجة لوضعها الطبيعي، واللعبة بتعاقبه وبتحوله القرد. وبنشوف كارول وألين وهم في الطريق، وألين بقول له انت ليه بدأت تشتغل ضابط شرطة؟ فبرد عليه وبقول له انت لما عطلت الآلة ابوك طردني من الشغل، ومن بعدها وانا تمت شرطي. فألين بيطلب من كارول انه هو يفك الكلبشات من عنده لحد ما يرجع الدنيا للطبيعي. وبعد محاولات اقناع عديدة وافق انه يسيبه، بس هو لعب لعبة ذكية وانه ربط كالور هو بالكلبشات علشان ما يقدرش يطارده. وبالصدفة بيسمع بالجهاز اللاسلكي انه في صياد جاي بطريقة جزء اطفال اللي هم جودي وبيتر، وبسرعة بيركب العربية وبروح للسوبر ماركت اللي فيه الصياد. ولما ألين بيوصل للسوبر ماركت قدر انه يخبط في رف بوقعه على الصياد. وبعدها بننتقل لمشهد تاني، وبنشوف عم جودي اللي ربتهم من هم صغار، لكن بتشوف قطع الحيوانات وهو عامل فوضى في المدينة. فهي بتفقد توازنها وبتقع من على منحدر عالي، لكن ما بيحصل لهاش حاجة، وصار عليها الدور وبترمي النرد. فالجهاز اللي في اللعبة بيحذرهم من أمطار غزيرة، وبالفعل بدأ ينزل المطر وهو ملأ البيت بالكامل. بس لسوء حظهم بتطلع التماسيح في المية، وهي كانت على وشك انها تبلع سارة، بس قدر ألين انه يضربه بآلة حادة ويقتله. وفي الوقت ده عمتهم بتوصل للبيت هي وكارول، ولما بيفتحوا الباب بيغرقوا بالمية اللي كانت في البيت. وبيتر بيرمي النرد، فالجهاز بحذر من الرمال المتحركة، وبالفعل أرضيات البيت بتتحول لرمال متحركة، وهي كانت على وشك انها تبتلع ألين. وبتيجي سارة بالوقت المناسب وانها قدرت تنقذه، وبنعرف ان الدور جه لجودي. ولما بترمي النرد الجهاز بحذرها من زلازل، وبالفعل بتحصل زلازل قوية بتؤدي إلى شق البيت، واللعبة كانت هتقع في الشق، لكن ألين قدر انه يستعيدها. وبعد كده الصياد بيظهر وبيأمر ألين انه يرفع ايديه، ولكن ألين بيرمي النرد على الأرض وبيرفع ايديه. فبعد كده الصياد بيضرب ألين برصاصة، ولكن فجأة بيحصل حاجة غريبة والرصاصة بقت معلقة في الهواء. وبنعرف لما رمى النرد على الأرض إن اللعبة كده انتهت. وفجأة اللعبة بتتفتح وبتسحب الصياد وقطع الحيوانات، وكل حاجة رجعت لوضعها الطبيعي قبل 26 سنة. وبعد كده بنشوف ألين وسارة وهم في نفس المكان لما لعبوا باللعبة. وبعدها بيرجع بيرش للبيت لأنه هو نسي حاجة معينة، فبيجري عليه ألين بسرعة وبيحضن أبوه وبيعتذر على كل حاجة حصلت. وبعد كده ألين وسارة بيرموا اللعبة في النهر،
وبعد مرور أكتر من 30 سنة ألين وسارة بيتجوزوا، وكان في الحفلة بيتر وجودي. وبعد كده بنشوف اللعبة وهي على أحد الشواطئ، وبنعرف إن اللعبة لسه ما انتهتش، وإن في ناس هيجوا ياخدوها ويخضعوا لنفس التجارب اللي خضعوا ليها هم. وإلى هنا تكون نهاية الفيلم. سلام.